ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة وصفة جديدة وتاني وصفة من وصفات العيد، وهي السهل الممتنع البيدي فور. هعمل معاكم النهاردة وصفة حلوة جدا، وهقولك على المقادير المظبوطة اللي تعمل معاكي بيدي فور ناعم وطعمه حلو قوي. وهقولك على مقدار كيس الحلواني، ومقدار ان انتي تشكلي البيدي فور بالمكنة، كل بقى التكات اللي تخلي معاكي البيدي فور ناجح من اول استخدام، وطريقة كمان تزيينه. فما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في قناتي لو اول مرة تشوفيني. وتعالوا نسمي الله ونبدأ الفيديو. الزبدة اللي مستخدماها معايا كده زبدة الحلوبة، من انواع الزبدة الممتازة جدا، طعمها بيكون حلو قوي، وكما يقال عليها ان هي مش مهدرجة، وان فيها نسبة زبدة طبيعي. وفي كمان نوع تاني لو مش متوفر الحلوبة، في برضو كريستال برضو حلوة جدا، وعملت بيها مقدار بيدي فور يجنن. فالحلوبة وكريستال دول افضل انواع الزبدة بالنسبة لي. في كمان انقر المصري حلوة جدا لو انت عايزة السعر الاقتصادي للزبدة. لو عايزة تشتغلي بزبدة نيوزيلندي مفيش مشكلة، هتمشي برضو بنفس المقادير. معايا طبعا بقى دقيق الست غالية، اللي هو دقيق مخصص للكحك والبسكوت، تقدري تستخدمي اي نوع دقيق تاني. وفي بقى السكر البودرة، في ده سكر بودرة اسمه غزال. هو مشكلته ان هو مش ناعم قوي زي انواع السكر اللي هي مثلا اوريجين او اي نوع سكر تاني، فممكن تستبدليه وتجيبي اوريجين موجود في فتح الله، والكيلو ب33 جنيه. معانا بقى الفانيليا السائلة من دوبيلا او الفانيليا البودر من دريم. اي نوع فانيليا عندك استخدميه. وهنشتغل على مقدار كيلو دقيق. كيلو البيدي فور بياخد معانا 800 جرام زبدة، يعني بنعمل كيلو دقيق عليه 800 جرام من الزبدة. بس بشيل بقى من المقدار، بعمل 750 جرام زبدة و50 جرام سمنة بلدي. او ممكن تعملي نص كيلو زبدة و300 جرام سمنة بلدي، وهينزل معاكي بالمكنة. يعني ينفع تشكليه بالكيس الحلواني، وينفع تشكليه بالمكنة لو عملتي المقدار ده. المهم يكون فيه كمية زبدة كويسة. وكمان لما بتزودي سمنة بلدي بتاخدي طعم حلو مع الزبدة النباتي. بعد الزبدة ما انخفقت معايا وبقى شكلها كده كريمي وما نبالغش في ضرب الزبدة، هبدأ انزل عليهم ب 300 جرام من السكر البودرة، او لو عايزة تقللي الحلاوة شوية هتنزلي ب 250 جرام سكر بودرة، وهيبقى معاكي المقدارين مظبوطين جدا. لان السبب اللي بيخلي البيتي فور ممكن يفرش معانا هو اضافة او زيادة السكر. فجربت السنة اللي فاتت مقدارين، لما زودت 350 جرام حسيت ان البيدي فور فرش معايا شوية، وكان محتاج معلقتين دقيق. فعشان نتفادى النقطة دي هنزود 250 جرام سكر بودرة، او اقصى حاجة 300 جرام سكر بودرة على مقدار كيلو دقيق. هيبقى معاكي المقدار مظبوط. وبرضو البيدي فور بعد ما تعجنيه تاخدي كده كام واحدة تجربيهم في الفرن الاول. لقيتي المقدار بقى معاكي تمام، اشتغلي وقطعي كده على طول. لقيتي المقدار مثلا فرش معاكي شوية، بتزودي معلقة دقيق. تمام كده حبايبي. خلصت بقى معايا هنا خفق الدقيق والزبدة كويس قوي. هبدأ ان انا ازود معايا 4 عدد بيض. وكمان البيض ممكن نزود بيضة كاملة و3 صفار بيض لو انت عايزاه اللي هو الناعم قوي، او ممكن تستخدمي ال4 بيض صحيح زي ما هو. هتزودي على البيض فانيليا، وتبدأي كده والعجان شغال او المضرب الكهربائي شغال تنزلي ببيضة بيضة. كل ما بيضة تختفي تنزلي بالبيضة التانية. هيبقى معاكي برضو المقدار مظبوط جدا. هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف، عشان برضو وانتي شغالة تكون المقادير مكتوبة قدامك، وهقولك على البدايل اللي انا بقولها معاكي في الفيديو. وحاجة مهمة وانتي شغالة في العجان، لازم من كل فترة والتانية تفصلي، تنزلي كل جوانب العجان وتلمي العجينة، وتبدأي ان انتي تخفقيها مع بعضها مرة تانية. هتلاقوني عملت الخطوة دي كذا مرة في الفيديو. فهسيب بقى البيض مع السكر مع الزبدة لحد ما يتخفق معايا كويس قوي، ويبقى كده كريمي زي ما انتوا شايفين، والعجينة لونها فاتح والقوام مثالي جدا. الزبدة ما فصلتش معايا خالص مع البيض. هنزل عندي بكيلو من الدقيق، ومش بنزود بيكنج باودر لمقدار البيدي فور ده. هنزل عندي بكيلو من الدقيق، مجرد بس ماخده لفة معايا في العجان، خلاص كده العجينة بقت جاهزة معايا واقدر ان انا استخدمها. والجو برد الايام دي، فممكن تحسي ان العجينة تقيلة معاكي شوية. شغل الحلويات في الشتاء وفي البرد غير الصيف خالص. فهكمل بس ايه لف كده العجينة لفة ان هي تتجمع معايا.
وده كده بيكون شكل العجينة. تقدري ان انتي تنزليها من العجان، ولو مزودة كمية السمنة شوية هتلاقيها العجينة متماسكة، وتقدري تسيبيها في التلاجة اللي هي بس العجينة تشد معانا عشان نقدر نشكلها بمكنة البيتي فور. عايزة تستخدمي الكيس الحلواني هتستخدميها على طول مباشر وهي كده، وهتخلي كمية الزبدة زي ما هي. لو هتشتغلي بالمكنة هتزودي او تعملي نص كمية المقدار زبدة ونص كمية المقدار سمنة، يعني 400 جرام زبدة عليهم 400 جرام سمنة، وتبدأي تمشي بنفس الخطوات. هيتشكل معاكي احلى عجينة بيتي فور بالمكنة. تمام كده حلوين. خلصت بقى العجينة، والعجينة كده بقت جاهزة معايا. هبدأ ان انا استخدم قمع البيتي فور وكيس كده اللي هو الحلواني، ويكون كيس قوي وخامته كويسة. ومع بقى البيتي فور في كده قمع تاني غير ده كده الوردة المقفولة، في الوردة المفتوحة وليه رقم معين، وشفتوه معايا قبل كده في فيديو المشتريات، فكنت لسه شارياه جديد. البيتي فور بيكون ليه 2 تب كبيرة شوية وتب صغيرة، استخدمي الصغيرة هتقطع معاكي البيتي فور حلو قوي. شايفين العجينة كريمي كده وحلوة، وهتكون سهلة معانا في التشكيل. عاملة بقى عندي كيس الحلواني، ومملاش بقى الكيس معايا للآخر، واخلي معايا كده الجزء اللي انا بضغط بيه البيتي فور يكون معايا شوية صغيرين زي ما انتوا شايفين كده، تكون على قد بس قبضة ايدي عشان ما يكونش الكيس معاكي تقيل، وتنزل بقى معاكي كده وحدة البيتي فور بكل سهولة. طبعا ده الشكل المعتاد معانا لشكل البيتي فور. ودي بقى الكمية، يعني كيلو دقيق يعمل معاكي من الرسمة دي كتير جدا، اللي هو بنقول ايه بيفرط معانا كمية كتيرة قوي. فدي كده تعتبر اول شكل، والشكل المعتاد للبيتي فور. ضغطة واحدة بس كده صغننة، وتخلي معاكي مقاس البيتي فوراية صغيرة عشان هي يعني بتفرش معاكي سيكة. لو انتي مش عايزة المقدار ده يفرش معاكي خالص، هتزودي له مثلا كمان معلقة دقيق. زودتي كيلو الدقيق ممكن تزودي كمان معلقة دقيق او معلقتين، ده بالكتير قوي. انما انا بحبه اللي هو ايه يفرش شوية. لما بيفرش شوية بقى ده بيديني دوبان كده، مش عايزة اقول لكم الذوبان ده بيكون عامل ازاي. لما بقفلهم الاتنين بمربى وببدأ اغطسهم معاه في الشوكولاتة، ومش قادرة اقول لكم بقى على الجمال، بتستمتعي باحلى طعم البيتي فور. زي وحدات البيتي فور كده اللي انا ايه غطستها في الشوكولاتة كلها، وحطيت عليها قطع من الشوكولاتة الكيوبس، بقت شبه الكوكيز بالظبط. فزي ما انتوا شايفين دول كده تقريبا 4 أو 5 تقطعات كده للبيتي فور. والمقاسات بقى انت بتتحكمي فيها بايدك، يعني انت بقى بتضغطي كده الضغطة بتقدري ان انت تتحكمي في مقاس قطعة البيتي فور. لو انت عايزة بقى القطع المنمنمة الصغننة دي، خلي بقى القطع الصغننة كده، وزودي عليها بقى كده وحدات من المكسرات. كان عندي شوية من الكريز الأحمر ده، يعني أنا حاطة الكريز الأحمر ومش عارفة هو بيتحمل حرارة ولا لأ، بس الكريز الأحمر اللي هو بيتباع في أي مثلا محل خامات حلواني بيتحمل معانا درجة الحرارة. فشكلت بقى عندي اول صاج ده كان كله كده مشكل مع بعضه. انما هبدأ بقى باقي الصاجات، هبدأ ان انا اعمل كل شكل صاج لوحده عشان يبقى كله تسوية واحدة. فده برضو الشكل اللي هو التاني الزجزاج اللي هي بقى النجمة المضغوطة، برضو بيبقى شكله حلو جدا، وبيتعمل بقى كده كل واحدة لوحدها، فبيكون حلو قوي. فهكمل بقى عندي كل تقطيع البيتي فور بنفس الطريقة. تقدري ان انتي تعملي الشكل اللي هو السادة اللي بيتقفل، وتقدري ان انتي تعملي الاشكال بقى اللي هي بتكون ايه فيها كريز فيها مكسرات. دلوقتي في سبرينكل كده نازلة يعني بتتحمل درجة الحرارة، تقدري برضو ان انتي تستخدميها. في الشوكولاتة اللي هي تشوكليت شيبس برضو اللي بتتحمل درجة الحرارة للكوكيز، اللي هي بتكون كيوبس صغننة، تقدري برضو ان انتي تستخدميها. فالتزيين بقى ده ليكي حرية الاختيار فيه. لو انت حابة تعملي وحدات فردانية هتعمليها باللي هو بقى بالكريز او المكسرات. لو انت عايزة تلزقي بقى بيتي فور هتعملي بقى شكل النجمة، هيبقى معاكي حلو قوي. فهنا بقى قطعت كمية كده صغننة، وعملت كمان صاج كده تاني فيه بقى تقطيعة كبيرة شوية عشان انا عايزاها يبقى قطعتها كده كبيرة، اعمل منها شكل الكوكيز. فما شاء الله كمية بقى الكيلو دقيق هتطلع معاكي كل الكمية الحلوة دي. في كمان شكل الكمثرى، وفي كمان شكل كده اصابع اللي هي البيتي فور. فليكي بقى حرية الاختيار، قطعي الشكل اللي انت عايزاه، المهم العجينة مظبوطة معاكي وهتتقطع معاكي بكل سهولة. ده بقى الصاج اللي انا عملته فيه بقى البندق، ده كده مقطعاه كبير شوية اللي هو عملت منه وحدات الكوكيز. وده برضو الصاج المشكل، ودي كده كمية كيلو دقيق من البيتي فور. ما شاء الله هيعمل معاكي كمية كبيرة. ولو مقطعاه اللي هي التقطيعة العادية جدا دي زي الصاج ده، هيعمل معاكي كمية اكتر من كده بكتير. البيتي فور بقى بيتخبز كده في فرن تكون درجة حرارته متوسطة على درجة حرارة 180 عشان يطلع معاكي كده لونه حلو وجميل.
هسوي بقى كل كميه البيتي فور. وطبعا اليوم ده ما كنتش شغاله لوحدي، فالمهم يعني معرفتش ان انا اصور لكم وقتها على طول. سبت بقى البيتي فور لحد ما برد معايا خالص، وتاني يوم بقى هبدأ ان انا اشكل معايا البيتي فور بقى وازوقه كده وازينه. استخدمت كده شوكولاته بيضه من كواليتي تارجت، وزي ما قلت لكم هجرب نوعيه كواليتي تارجت واقول لكم رايي فيها. بجد من احلى الشوكولاتات الخام اللي جربتها، سواء البيضه او الشوكولاته اللي هي البني، حلوه جدا. في منها كمان اللي هي الشوكولاته بالحليب، يعني ان شاء الله كده اجيب منها اقلب واجربه. بس الشوكولاته اللي هي الساده دي حقيقي يعني ابهرتني، مخلياني كده عايزه اجرب اللي هو النوع اللي بالحليب هيكون طعمه ايه. شايفين بقى هنا كده بنات البيتي فور، في بقى اللي هو الشكل الواضح قوي ده اللي زودت له معلقه دقيق، والشكل اللي هو رسمته خفيفه شويه ده بقى اللي انا بحبه وده اللي انا بحب اعمله. ده اللي هو المقدار اللي قلت لكم عليه، انما المقدارين دايبين كده والبيتي فور بيكون دايب دوب. شايفين وصفه البيتي فور حلوه جدا، جربيها كده وان شاء الله تعجبك. وزي ما قلت لكم بعض الاشكال ممكن تكون ايه تفرش معاكي سيكه، بس يعني لما بتفرش بقى شويه ده بالنسبه لي بيكون حلو قوي. فده كده المقاس الصغنن اللي انا قطعته، هتطلع معاكي الرسمه كده إيه مش واضحه قوي بس هتبقى معاكي حلوه جدا. فدي كده التقطيعات الصغيره. وفي بقى كام واحده تانية بس هما بقى كانوا في ايه في اول العلبه ما كنتش عارفه اوصل لهم، اللي انتوا هتشوفوهم معايا لما بشكل. فالمهم كنت مقطعاهم كبار شويه عشان اعمل منهم شكل كده تالت، يبقى انا رضيت كده كل الاذواق. دوبت بقى عندي الشوكولاته البيضه كده بمعلقه زيت في الميكروويف على الميد اللي هي درجه حراره ميد، اخدت معايا كده 3 ثواني وبقت معايا الشوكولاته دايبه. مجرد بس البوله ما بتسخن معايا بخرج كده الشوكولاته من الميكروويف، بيكون لسه فيها قطع شوكولاته، بفضل اقلب فيها لحد الشوكولاته ما تدوب معايا، عشان برضو ايه ما تتحرقش منك لو بتستخدمي الميكروويف. نيجي بقى هنا كده لمربى المشمش، ودي افضل انواع المربى عشان تلزقي بيها البيتي فور. طبعا بتبداي تلزقي كله الاول بالمربى، ولو جمعتي باولادك كده وحد بقى بدا ان هو يلزق بالمربى وحد تاني بدا ان هو يغطس في الشوكولاته، هتلاقوا الموضوع سهل جدا. فالمفروض ان احنا بنبدا نلزق كله بالمربى الاول، وبعدين نبدا ان احنا نعمل خطوه الشوكولاته. وبرده ان احنا بقى نزين بقى اي سبرينكل عندنا، سواء السبرينكل الكور او الفارماسيل اللي هو الملون، بس انا بحب الكور اكتر. وبحس ان الفارماسيل الملون اللي هو السبرينكل الكور ده بيكون حلو جدا مع الشوكولاته البيضاء. فزي ما انتوا شايفين هكمل بقى عندي تزيين البيتي فور. هعمل بقى شويه التزيين العادي، وممكن شويه كمان تعملين بقى المتغطس كله بالشوكولاته اللي هو البيتي فور السبيشال اللي بيتباع برقم عالي جدا بره. وطبعا مقدار البيتي فور في البيت لا هيفرق معاكي جامد قوي. فهغطس بقى عندي كده شويه وازود عليهم شويه سبرينكل. شايفين بقى الجمال؟ وجربوا شوكولاته كواليتي تارجت حقيقي هتعجبكم جدا، احلى من شوكولاته سما كمان. هكمل بقى عندي كل الكميه بنفس الطريقه. قعدت انا والبنات بقى كده عشان ما اعملش بقى الكميه دي كلها وانا واقفه ورجلي تتعبني، فقعدت بقى انا والبنات كده واتجمعنا كلنا وعملنا بقى كده الوحدات اللي هي كانت كبيره شويه، اللي كنت مقطعاها كبيره، وعليها بقى بندقيه لزقتها بقى في بعضها وغطستها بقى كلها في الشوكولاته. والشوكولاته الفاتحه شويه دي شوكولاته كواليتي تارجت، والشوكولاته الغامقه شويه دي شوكولاته سما. سما برضو كشوكولاته مش وحشه، يعني تقدري ان انت تجربيها. انما لو على الاحلى كمان فهي شوكولاته كواليتي تارجت. ودي بقى البيتيفورات الحلوه اللي عملنا فيها بقى واحده الكريز وحته كده من المكسرات. عايزه تستخدمي قطع المكسرات كامله مفيش مشكله، بس احنا بنستخدم مكسرات اللي هي بقى بندق ولوز وعين جمل، بلاش سوداني بقى في الموضوع ده خالص، طعمه مش بيليق مع البيتيفور والحاجات دي. ممكن تلزقي كله بمربى وتخلي بقى طرف كده تغطسيه في المربى، وتزودي بقى عليه جوز هند. جوز هند بيليق جدا مع البيتي فور، انما السوداني ابعدي تماما عن السوداني. او ممكن كمان تجيبي مثلا اللي هي البسكوتات اللي بالشوكولاته اللي هي شبه اوريو او بوريو الحاجات يعني دي، وتبداي ان انت تطحنيها وترشي برضو عليها كده على الشوكولاته، برضو بتكون حلوه جدا. ممكن تستخدمي مثلا بسكوت اللوتس، ممكن تستخدمي البديل ليه. فطبعا التزيين بقى ده ليكي حريه الاختيار، تعملي كده وتطلعي ابداعاتك زي ما انت عايزه، وعلى حسب برضو الحاجات اللي هي متاحه عندك. انا اشتغلت بالحاجات المتاحه عندي، برضو انت الحاجات المتاحه عندك خدي كده افكار ونفذي بقى كل حاجة بطريقتك واسلوبك. انما المقادير تكون المقادير ثابتة، شغالين كده بالجرام وشغالين بالميزان، هيطلع معاكي المقدار ناجح جدا، والبيديفور هيكون دايب كده دوب. وانا من الناس زي ما قلت لكم اللي بحب البيديفور بالمربى. ناس تقول لا بلاش المربى في البيديفور، بالعكس تماما. المربى كده لما بتستنى حتى لتاني يوم وتالت يوم مع البيديفور
وكل ما بتستنى مع البيديفور بتخلي البيديفور كده دايب دوب معاكي. فانا من الناس اللي بتحب المربى جدا مع البيديفور. حابه برضو تلزقيه بنوتيلا اللي هو بديل النوتيلا، حابه تلزقيه بشوكولاته، ليكي حريه الاختيار ومتاح عندك استخدميه. وده كده حبايبي كان فيديو النهارده، كانت وصفه البيديفور. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يكون عيد سعيد علينا جميعا يا رب. فاشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ووصفه جديده احلى واحلى، ومع الف سلامه.